معانا ومعاكم الدكتورة دينا الجبري، أستاذ الطب النفسي، كلية الطب جامعة عين شمس. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا يا فندم، أهلا وسهلا. النهاردة هنفتح معاه ملف الطفولة والطب النفسي أو الأطفال، يعني كل ما يتعلق بالأطفال. نقول من مرحلة يعني مثلا 3 سنين مثلا لغاية الطفولة عندنا بتقول لغاية 17 أو 18 سنة. أيوه. كنت عايزة أسأل حضرتك، يعني الطفولة دي يعني أعتقد إن هي عماد أي مجتمع، صحيح. يعني علشان نقدر نأسس المجتمع صح لازم نبتدي من الطفل. صحيح. آآ أنتِ شايفة إنه هل إحنا في المجتمع بتاعنا، المجتمع الشرقي أو في مصر، في اهتمام بالطفولة بالطفل؟ هل في توجُّه إن إحنا نبقى أكتر قُربًا من أطفالنا، نحاول نشوف إيه اللي ناقصهم ونعمله؟ يا ترى دور الطب النفسي إيه في إنه استواء الطفولة؟ يعني أو إن إحنا نخلّي الطفل إنسان سوي. الحقيقة طبعًا أشكر حضرتك على السؤال المهم ده. أعتقد إن الدولة واخدة يعني إجراءات واضحة جدًا، جدًا في أهمية الطفولة، لإن دي يعني بداية زي ما حضرتك بتقولي العماد بتاع الإنسان السوي اللي يكون موجود، وإن يبقى دوره فاعل ومهم في المجتمع. دور الطفولة دي أو الطفولة نتيجة الجيدة بتبقى نتيجة تفاعل ما بين حاجات معيّنة كتير أوي، البيت والمدرسة ثم المجتمع، ولازم يكون في نوع من التفاعل الجيد ما بين الحاجات وما بين بعض، يعني لازم القيم والمبادئ اللي أنا باقولها في البيت تبقى متماشية مع القيم والمبادئ اللي باقولها في المدرسة، اللي باشوفها في المجتمع. ما ينفعش صعب أوي إن أنا أشوف في المدرسة بيقولوا له ما ينفعش نرمي الزبالة في الشارع مثلًا، إمم. النضافة من الإيمان في الدين، وبعدين أنا لمّا يطلع في الشارع يلاقي إن الزبالة مرمية والناس ما حدش بياخد مخالفة على وكل واحد المخدة، بيعمل اللي هو كل واحد عايزه. بيعمل اللي هو عايزه، إمم. خلاص، إنه الكدب حرام، ما ينفعش إن إحنا نكدب، ويلاقي في المجتمع في البيت الناس بتكدب وعادي، وفاكرة إن دي نوع من النصاحة، خاصةً لو كبير شوية صحيح، وناصح صحيح. ودخل في المراهقة. أقول له يا حد يتكلم في التليفون قُل له ماما مش أكتر موجودة. وأعمق من كده، إنه بالاقي إن كدّاب ده في الإعلام وفي المسلسلات شخص ناجح فهلوي. وبينجح والناس مبسوطة منّه، فده بيعمل لخبطة، لإنه لازم يبقى كلّه متمشي مع بعض، صحيح. المجتمع القيم اللي موجودة فيه هي اللي بتُدرّس، هي اللي بامارسها في البيت، فده شيء مهم جدًا، جدًا، جدًا. دور الطب النفسي إنه يعني يميل إلى العمق بطبيعته، مش بس إن إحنا نشخّص ونعالج، ولكن التوعية ومنع حدوث الأمراض، لإن المرض بيبقى تفاعل صحيح جزء منه كبير أوي صحيح بيولوجي، لكن تفاعل ما بين الجزء البيولوجي والجزء المجتمعي أو البيئي اللي موجود فيه، فمهم أوي الدور التوعوي المهم للطب النفسي. طيب لو قُلنا في دلوقتي يعني مجلس الشعب عمل لنا شوية يعني قرارات من أيوه. ضمنها آآ إلغاء 3 ألعاب على رأسهم Roblox أيوه. بتاعة الأطفال اللي هي أيوه. الألعاب الإلكترونية. أيوه. أنتِ أنتِ إيه رأي حضرتك في موضوع مساوئ الألعاب الإلكترونية عمومًا، ونيجي بقى للRoblox طيب، تحديدًا؟ أهمية أو إيه مشاكل الألعاب الإلكترونية؟ هو طبعًا ما منعوش كل الألعاب، منعوا ألعاب معيّنة. إمم. المشاكل اللي بتبقى موجودة فيها، أولًا إن في ساعات بيبقى إدمان بيوصل بعد التعلُّق للحاجة الإدمان ببعض الألعاب. يعني إيه إدمان؟ الإدمان يعني 3 مشاكل أساسية، بقى عندي ما بقاش عندي قدرة على السيطرة، وبدأ يبقى عندي اضطرابات يعني بقى مستواي الدراسي وِحِش جدًا، بقيت منفعلة جدًا، بقى في مشاكل، بقيت أسرق عشان أخُش أشتري حاجات في اللعبة، يعني بقى في مشاكل سلوكية عنيفة جدًا. الحاجة التالتة إن رغم بقى المساوئ والمشاكل دي كلّها مش قادرة أبطّل، يعني من حوالي أعتقد كام 5 سنين والّا حاجة طلعت يعني قصة في الأخبار برّه،
عن طفل ما عرفش يخش الحمام، يعني ما قدرش ما يستحمل، يلحقش نفسه، مش قادر يخش الحمام من كتر ما هو يعني منفعل، لا، وفي اللعبة مش عايز، ما فيش يعني مش قادر، مش ما مدي عندوش وقت. أولوية يخش الحمام، إمم. يعني مش قادر يعمل كنترول إمتى يوقف اللعبة. شوفي قد إيه ما فيش فقدان سيطرة للسيطرة. اللعبة بالظبط، ده السلوك بشكل الإدماني، سواء بقى بناخد مخدرات أو ما بناخدش مخدرات أو مادات أو لا، ده سلوك إدماني. أي سلوك ما أقدرش أعمل عليه قدرة على السيطرة وبدأ يعمل لي مشاكل عنيفة جدا جدا في أدائي الوظيفي اليومي في الحياة، ورغم ده مش قادرة أوقف هذا السلوك، رغم كل المشاكل دي مش قادرة أوقف، ده سلوك إدمان. في من الأطفال دول بيوصلوا للمرحلة دي، في منهم لأ، صح ولا لأ؟ يبقى دي أول حاجة. الحاجة التانية برضو المهمة في الألعاب دي، إن بدأ في ساعات يوصل دول أطفال صغيرين حد يكلمهم بالشات، يستغلهم شات اللي هو الكلام يعني، وبدأوا يعملوا معاهم حوارات مش مظبوطة، اللي هو بدأ يظهر فيه كلمة البيدوفيليا أو يستغلوهم بشكل مش كويس وهم أطفال قُصّر بشكل يعني جنسي غير مناسب. وبالتالي أو يعني إيه خطورة حاجة زي كده؟ إن أنا باقتل براءة أطفال وباعرّضهم يعني ده باودّيهم في سكة تانية بقى جدًا، بافتّح عينيهم على بالضبط. حاجات مش المفروض يعرفوها. بالضبط كده، فدي مشكلة تانية. المشكلة التالتة الRoblox، حضرتِك كنتِ كلمتيني على حكاية الRoblox وبيلاقوا أطفال التوحُّد أو الأطفال المصابين بالتوحُّد بيلعبوا الRoblox كتير، ليه؟ لأسباب. المشكلة في التوحُّد أو إيه هو التوحُّد؟ إن الوصلات العصبية اللي عندهم مختلفة عننا. فالجزء الأمامي اللي هو الخاص بفهم تعبيرات الوِش، تعبيرات المشاعر، الصوت، يعني أنا لو مثلًا قُلت لحضرتك إن شاء الله، إن شاء الله هاجي لِك بكرة إن شاء الله، بعدين ممكن أقول لِك إن شاء الله، أو ممكن أقول لِك فأنا مثلًا أفهم، إن شاء الله، أفهم. قُلت إن شاء الله 3 مرات، بس 3 معاني مختلفة، إن شاء بالضبط. الله حاضر، ومرّة إن شاء الله تريقة، ومرّة إن شاء الله اللي هو يعني حسيتِ بعدم جدية. حضرتِك قريتِ الكلام ده بسرعة جدًا وعرفتِ التعبيرات الوِش، فهمتيني على طول، فهمتِ تعبيرات صوتي، بدأتِ حتى حركات إيدي قادرة تفهميها، كل ده بيشتغل بصورة فظيعة في المُخ يعني سبحان الله يعني. هم بقى الأجزاء دي في المُخ الوصلات فيها مختلفة، فمش بالكفاءة بتاعتنا. يعني ما بيعرفوش يفسّروا ما الإشارات المختلفة. بالضبط. الخاصة الاجتماعية، اللي هي تعبيرات الوِش والكلام وإن أنا أفهم نبرات الصوت، ما يقدروش إن هم يفهموها بزينا يعني، بكفاءة مختلفة. عندهم أماكن تانية بقى هايلة، اللي هي الأماكن اللي خاصة الذاكرة مثلًا الذاكرة الخاصة بالأماكن، يعني مثلًا ممكن تلاقيه عنده 3، 4 سنين ومُصاب بالتوحُّد، أهله يقول لي: "لأ ده ذكي ذكاء، ده بيعرف المكان بيعرف بتاع يرجع البيت." البيت ويروح البيت كده. أخته الأولى على الفصل ولا عارفة حاجة ولا بتاع، قاعدة كده ولا عارفة حاجة. ليه؟ يركّب puzzle هايل، ياخد باله من تفاصيل التفاصيل، مُخّه له التركيبة دي، أوكي؟ نيجي نبُص على الRoblox، ليه حلو بالنسبة له؟ لإنه مكان له قواعد واضحة، لا هيشوف تعبيرات وِش ولا هيكلّم حد، الآلة بقى واطي، ما فيش يعني ما خالص. فيهوش مشاعر. ما في لعبة آه. بتخلّيه ياخد باله يكوّن أشخاص معيّنة، ياخد باله وهو بقى عنده حكاية التفاصيل هايلة، يعمل لهم العينين والرموش والبتاع والبيوت اللي موجود فيها والتركيبات، الحاجات دي ماشية مع مُخّه حلوة جدًا، لكن وبيلاقي نَفْسه أكيد. لكن ما فيهاش بقى الحاجات اللي هي بتضايقه، اللي تعمل له قَلَق، اللي هو بالنسبة لحضرتك ما تعملش أي قَلَق خالص، إنِّك تشوفي بالعكس تتبسطي إنِّك تشوفي ناس وتفهمي ناس وتشوفي تعبيرات وشّها وتاخدي مع الحاجات الاجتماعية اللي هي بالنسبة لِك متعة، لإن المُخ عندِك في الحتّة دي قوي، هي بالنسبة له مش يعني مش مختلف، مُتعة. مختلف، يعني مختلف. نقدر نقول مختلف. فده مش في لعبة الBroblox، ما فيش الحاجات دي مش مطلوبة، هيكلّم الناس بالchat، يا سلام! ده حاجة جميلة أوي. وبعدين عنده مشاكل حسية، الإضاءة، الأنوار، الحاجات دي ممكن توتّره، يقدر يتحكم فيها. صحيح. طيب ليه بنمنعها بقى ما دام الموضوع حلو كده؟ لإن أنا عايزة أنمّي المهارات اللي مش عنده. صحيح. لو أنا بس أنا هاقفل كده يبقى أنا نفسي بابعده عن بالضبط المهارات كده، دي. بالضبط كده، إمم. بالضبط كده. في كل الأحوال يمكن أهالي ساعات كتير بيقولوا لي نمنع الألعاب، باقول أنا في رأيي الشخصي يعني ما أقدرش أمنعها، لإن الأطفال بيتكلموا على الكلام ده في المدرسة، يعني إمم. هل أنا ابني يبقى الوحيد اللي مش عارف هُم بيتكلموا عن إيه؟ أو الألعاب ساعات بيتواصلوا مع بعض، لكن زي قاعدة أي حاجة في الدنيا، الفكرة كلها في الجرعة، ضبط جرعة كل حاجة. يعني حضرتِك
طب ما هو لمّا هيمنعوا الألعاب دي، الألعاب الإلكترونية، الحاجات المحددة، الحاجات بس في المحددة اللي في عليها حاجات مشاكل أنا تانية معاكِ، متاحة. بالضبط كده، لكن أنا باتكلم في البيت. أوكي. يعني ما فيش مشكلة إنه يلعب، ولكن في قواعد محددة. إيه هي القواعد؟ نمرة 1 إنه اللعب ده له وقت معين إذا تم حاجات مهمة، يعني إذا ذاكر دروس وعمل بالضبط. وقت مقنن هي ساعة، والساعة دي بانفذها، يعني دايمًا لمّا أقول حاجة هانفذها، هانفذها. تلاقي الولد بدأ يبقى في حاجة في مخه إنه لأ، ده هي بعد ساعة هيقفل. حتى يبقى في اللي هي موضوع الثواب والعقاب، يعني بالضبط. القاعدة دي. القاعدة دي مضبوطة، اللي هي مبنية عليها الحياة ومبنية عليها الدين، هي قاعدة مضبوطة جدًا. المشكلة في التربية إن أنا باقول الحاجة وبعدين بازهق، يعني أنا باقول له كمان ساعة هنوقّف، بعد كده بقى باكلم حد من صحابي أروح أعمل لي إيه، ألاقي بقى الساعة بقت ساعتين. يقول لك يعني زي بالضبط فكرة الورق، رمي القمامة يعني. إمم. برّه ما حد الناس بتخاف ترمي ليه؟ عشان بياخدوا فيه عقوبة. كل مرّة بتُنفّذ. صحيح. لكن إذا مرّة اتنفّذت و10 لأ، أنا بقى وظروفي هتلاقي إن صحيح. عندي زي السلوك ده. إشارات المرور برضه، زي بالضبط. إشارات المرور هنا في عندنا وعندهم في الفصل. الثواب والعقاب له أصل بيولوجي، اللي هي إمم. التربية. إن أنا طول الوقت كل حاجة ما دام باعملها في نتيجة بعدها، يا إما كويسة يا إما عقاب، بتبتدي تبقى واصلة عصبية في مخي لدرجة إنها بتحصل أوتوماتيك خلاص. يعني أفتكر امبارح سيدة يعني كريمة قالت لي حاجة ظريفة أوي، بتقول لي والدها يعني وكان راجل عنده 80 85 سنة، كان لمّا يشوف إخواته الكبار داخلين عنده 85 سنة يحاول يقوم يُقف. أنتِ متخيلة؟ احترام أو هو اتعوّد على كده، صحيح. هي دي بقى التربية. شوفي عنده 85 سنة وأخته عندها يعني ناس كبيرة جدًا إمم. وليهم خلاص قيمة في الدنيا وأثبتوا نَفْسهم، لكن بقى ده هو ده بقى في وصلة عصبية أوتوماتيك بتحصل، إنه بقى له طول السنين دي 80 سنة بيعملها، فبقى في cycle في الbrain كده سبحان الله، إنه بقى نوع على طول احترام بيعمله غصبٍ عنه، خلاص اتعوّد عليه، بقى واخد ده إنه ده فيه ثواب أو عقاب مع فكر موجود في دماغه فبقى يعمله أوتوماتيك. حضرتِك أشرتِ في جزء من كلامِك عن إنه الشات، أيوه. اللي بيحصل ده، وإن هو قد إيه ممكن يبقى خطير جدًا، صحيح. لإنه وأعتقد ده جزء من منع اللعبة، أيوه. إنه بيتواصلوا مع ناس، آآ بيحاولوا يدخّلوا بعض يبوّظوا لهم منظومة القيم أو الحاجات اللي بيتربّوا عليها، جزء بالضبط. منها إن هم يعني يتكلّموا عن يعني عن بعض الحاجات المحرّمة، أيوه. يعني التجاوزات، أو أيوه. إنه يبقى يلغوا البراءة، أو أيوه. يعني زي ما نقول يعملوا سطوة على البراءة بحاجات بمفهوم ممكن بعد كده يبقى الطفل مشوّه نفسيًا زي صحيح. البيدوفيليا. صحيح. آآ آآ طيب، يعني حضرتِك شايفة إنه يعني إذًا إنه ده نظرية مؤامرة، يعني هل هي نظرية معمولة خصيصًا تشويه أدمغة أو نفسية أو براءة وفطرة أطفالنا؟ هي مش مؤامرة، هي دايمًا في الدنيا في الخير والشر وفي مجرمين وفي ناس كويسة، ده في كل حتة، لكن الوسائل هي اللي بتختلف. دلوقتي الوسائل هي دي المشكلة، الوسائل موجودة في كل بيت وبتوصل لكل إنسان، هي دي المشكلة، لدرجة الطفل الصغير بيوصل له الأفكار دي، هي دي المشكلة، إن الوسائل دلوقتي بقت متاحة في كل حتة. يعني لأ، أنا أقصد الناس اللي بتعمل ده، هل بتعمله عشان مزيد من السيطرة على الطفل، والّا بتعمله علشان تشويهه؟ يعني هي إيه هدفها تفتكري؟ لأ، لمّا يبقى ده اللي أنا عايزة أقوله، إن هذا الشخص منحرف، هذا الشخص مُجرم. هو موجود، كان زمان بياخد الأطفال دي من حتّة معيّنة أو بيأثّر عليهم بطريقة معيّنة، دلوقتي التقدُّم التكنولوجي اللي عن بُعد. موجود بقى يتيح للناس حاجات أكتر، إمم. فممكن أوصل لأي حد، هي دي بالضبط. المشكلة. حتّى مش بس الألعاب الحقيقة، الأنيميه، الكرتون، أنا يعني كتير من الأطفال أو يعني حالات بتيجي بيشوفوا مشاهد كرتونية، يعني هو بيتفرّج على فيلم كرتون لكن في مشاهد مُخِلّة بالآداب العامة. صحيح. فده اللي أنا عايزة أقوله، إنه الشر موجود في كل حتّة، لكن الوسائل هي اللي بقت متاحة أوي، فده الخوف اللي بقى موجود، بقى ممكن في بيتي، في طفلي، في أوضته
يعني كان زمان ما تروحش فين، ما تعملش إيه، صحيح. لكن دلوقتي تمنعي عنه إيه؟ ما أنتِ ما تقدريش تمنعي الإنترنت، بقى جزء من الحياة. طب معنى كده إن إحنا ممكن نستخدم الألعاب دي كأداة علاجية، يعني حضرتك بتقولي أنا ما أقدرش أمنع الألعاب، أيوه. إذًا هناك ألعاب تُستخدم كأداة لعلاج لحل المشاكل، إزاي؟ هو ما أقدرش أمنع الألعاب، أنا لأ، هي لازم يبقى في تقنين ليها، دي أول حاجة. إمم. في حاجات يعني زي ما حصل مع الدولة إنها منعت ألعاب معيّنة باين عليها مشاكل كُبرى. الحاجة التانية إن أنا في البيت كمان هذه الألعاب تبقى مقننة، يعني له وقت معيّن وأنا فاكراه وعارفة الأوقات إمتى هاوقّفها، وبانبّهه ليها قبل ما يُقف على طول، لإنه اللي بيحصل برضه المشكلة نوبات الغضب اللي بتيجي لمّا أشيل منه اللعبة، ليه؟ بالضبط. ليه بتحصل؟ لإنه هو بيلعب اللعبة ومندمج واللعبة فيها منافسة وبينافس ولاد تانية، زي مثلًا لعبة الفيفا، ما هو في لعبة الفيفا هو متوحد مع أحد صحيح، فريقي اللعيبة. مثلًا أو بالضبط فريق كده. كورة آه. هل تقدري تطلّعي واحد بيلعب وسط ماتش محمد صلاح فجأة تقومي مطلّعاه، والّا لأ بيبقى في طبعًا. قواعد يالّا النمرة دي هنبدِّل هيحصل تبديل، هو ده. فأنتِ لو شِلتِ منه وهو الجهاز العصبي هايج لإنه كان داخل في منافسة مع أصحابه وبيلعب، هيتوتر، هيبقى عصبي جدًا. لأ أنا باتكلم على إنه هل هناك ألعاب نستطيع أن نوجه الأمهات أو أيوه. الآباء إن هي تبقى أداة علاجية للطفل؟ أيوه، ما أنا هاقول لحضرتك الألعاب قواعد اللعبة اللي هي عمومًا، إمم. أي لعبة حتى لو ألعاب للمتعة يعني، قواعدها إنه لازم يبقى وقت محدد، وإن أنا أقول له قبلها بفترة قبل ما أسحب منها بالضبط، اللعبة. يهيّئوا نفسيًا. بالضبط. أمّا بقى في ألعاب مثلًا هايلة جدًا وعليها أبحاث ورائعة عالمية للناس اللي عندها صعوبات تعلُّم، إمم. هايلة. في ألعاب للأطفال اللي عندها فرط الحركة وتشتُّت الانتباه، مبنية على إيه؟ إن الطفل اللي بيبقى عنده تشتُّت انتباه ده، مشكلة الانتباه إنه في مادة معيّنة في المُخ بتبقى قليلة جدًا. إمم. أنا لمّا بتحصل حاجة المفروض إنها المادة دي تعلى، يعني مثلًا لو حضرتِك عملتِ حركة معيّنة بإيدِك المادة دي تعلى، فآخُد بالي إن حضرتِك عملتِ الحركة دي، والمادة دي طول عمره عندها قليلة. ما بيبقاش ليه رَد الفعل المطلوب، ما فيش انتباه ما فيش لحاجات، انتباه. كُلّه زي بعضه علاولة. إمم. لمّا بنعمل ألعاب بقى تدّيه الحافز ده، وتعملها بالتدريج، كمان 10 دقايق تطلع الحافز، بعدها كمان 15 بتدرّبه. الألعاب اللي هي مبنية حتى على الحاجات القديمة، الصلصال والتلوين، دي من الألعاب الحلوة أوي للأطفال اللي عندهم قلق، والأطفال اللي عندهم اكتئاب، يعني دايمًا إحنا عندنا حتى في التشخيص اللعب أو التشخيص باللعب إمم. والعلاج باللعب، ليه؟ لإن اللعب هو العالم الخاص جدًا بالطفل. صح. هو اللي بيقدر يعبّر فيه عن أفكاره، زي ما حضرتك بتكتبي كُتب، ده العالم بتاعِك لكن قادرة إنِّك تعبّري عنه بالكلام. الأطفال العالم اللي بيدور حواليهم بيبان في اللعب، صحيح. وحتى أول ما تلاقي اللعب بقى غريب أو خَد شكل مش مضبوط، ده دليل إن الفكر مش مضبوط، دليل إنهم بيتعرّضوا لحاجة مش مضبوطة. إمم. طيب لو اتكلمنا عن يعني التربية الإيجابية بقى والتربية التقليدية، أيوه. يعني رأيِك إيه كدكتورة وبتقابلي أطفال وآباء وأمهات وطبعًا بييجي لِك حالات كتيرة، سواء طفل عنيف، سواء طفل عصبي، سواء أيوه. طفل انطوائي، بتنصحيهم إيه؟ إيه رأيِك في التربية الإيجابية؟ يعني إيه التربية الإيجابية؟ هو الناس يعني فاهمة التربية الإيجابية غلط، فاكرة التربية الإيجابية إنه يعني الطفل بونبوني، يعني مثلًا يقول لك أصله ما أنا خايفة يتعرّض إيه لأحسن يزعل، طب ما يزعل، ما هو مش الزعل ده جزء من الحياة، صح والّا لأ؟ صحيح؟ ما لأحسن يأثّر على نفسيته، أيوه ما الحياة دي يعني ليه كلمة جميلة حد قالها لي مُدرِّس يعني قالها لي كلمة جميلة، إنه المدرسة الجيدة هي اللي بتهيئ المكان الآمن للفشل. ياه! ما دي كده للفشل. للفشل. هل إحنا ما بنفشلش؟ إحنا كل يوم طبعًا. بنفشل، طبعًا. والطفل لازم وأنتِ يفشل، مش تحسّي بقيمة النجاح إلا لمّا تفشلي. وبتتعلمي من الفشل. صحيح. لكن إزاي أهيّأ للطفل إنه ما فيش مشكلة نعلّم الفشل ده ليه ويتحسّن عليه، هي دي فكرة التربية، التربية الإيجابية، اللي مبنية على الثواب والعقاب، اللي مبنية إني ما أهينش كرامة حد، يعني أنا لمّا أعلّم طفل ما أهينش كرامته، هي دي التربية الإيجابية. بس وارد إن أنا أزعّق له.
لازم ازعله ساعات، إمم. اوكي، وما ازعله في فرق بين ازعله وبين ان اهينه بالضبط، صح. او ان اضربه ضرب مبرح، هو ده اللي احنا بنقوله. ممكن يبقى يعني ممكن زي ما كنا اتعودنا كلنا لآبائنا وأمهاتنا، يعني في حاجة ضرب، بس يعني ضرب اللي هو يؤدّب مش يؤذي. اللي هو يعني اذا حاجه في خطوره شديده جدا، يعني اللي مثلًا هو طفل بيمسك الكهربا، وحاجه بيمسك بسيطه النار، قوي مش عارفة يعني إيه، اللي الحاجات هو دي. حاجه كده آه. هي اللي مبنيه على الثواب والعقاب، اللي هو فكره الدين حتى إمم. الثواب والعقاب، لكل ما هو اعزز بالثواب، واذا حصل غلط يبقى فيه عقاب، ودايما دايما بعمله، مش هعمل مره ومره لا، وبيئه امنه وواضحه وعارفها. هي المشكله في الامهات اللي بيحصل ايه، انه تبقى الطفل موجود وبعدين فجاه تلاقي بنت اختها ولا صاحبتها عملت ايه مع اولادها، فانا بقى اتوتر، مفيش اطلع فرمان فجاه، ده بيوتر الجهاز العصبي، طب كل يوم تفتكري فرمان، كل يوم تفتكري حاجه. التربية الإيجابية دي إيه، مصطلح غربي والّا يعني إمتى دخل مجتمعنا، أو إمتى إحنا فجأة جروبات الMommies ومش عارفة إيه، يقول لك التربية الإيجابية، يعني بصراحة أنا واحدة مثلًا ربيت ولادي، أنا ولادي كبار، بس يعني ربيتهم التربية التقليدية، ولا حصل لهم يعني أي تصدُّع ولا اضطراب نفسي ولا حاجة، يعني طبيعي يعني. أنتِ رأيِك يعني ده دخل من إمتى، أو دخل لنا إزاي، هل ده توجُّه والّا إيه؟ هي مضبوطة، التربية الإيجابية فكرتها مش غلط، فكرتها مضبوطة، لكن فهم الناس وتطبيقهم هو اللي غريب. يعني هتلاقي حضرتك تربيتِك لأولادِك كانت تربية إيجابية، بس ما قُلتيش أنا باعمل التربية الإيجابية، يعني يعني تقصدي إنه هي جزء منها شوي. وشوي وفهم سطحي، إمم. يعني لكن هي التربية اللي أنتِ ربيتيها لولادِك غالبًا هي التربية الإيجابية، اللي هي مبنية على الثواب والعقاب وتعليمهم، ومش بس كده، إنِّك أنتِ تقبليهم زي ما هم. يعني مرّة سألوا سؤال يعني حاجة أنا باحبها، قالوا إيه من هي الأم المثالية؟ قال لك ما فيش حاجة اسمها الأم المثالية، في حاجة اسمها good enough mother، الأم الجيدة كفاية. إيه الأم الجيدة كفاية دي؟ اللي فاهمة متطلبات ابنها أو بنتها وبتدّيها له. هذه المتطلبات سواء كانت متطلبات بيولوجية للأكل والشرب واللبس والنوم والأمان والحاجات دي كلّها، ونفسية، إن أنا قابلاه كما هو. قماشة، الأم الكويسة قماشة، إزاي أجيب قماشة وأفصّلها تطلّع أحسن حاجة منها، ما ينفعش تبقى قماشة ستاير وأصِرّ إن أعمل منها فستان. صح. هو ده اللي بيحصل، إنه الأم أنا ناوية ده يبقى من الأوائل، يا ستي مش ما بالضبط، إيه يمكن المشكلة؟ إمكانياته رياضية، يمكن إمكانياته إبداعية، صحيح. خلاص هي دي التربية الإيجابية. هتلاقي إنِّك فاكرة لأهلِك الحنان أكتر من القسوة، أكيد، طبعًا. هو ده اللي مأثّر فيكِ وهو ده اللي خلّاكِ الإنسانة اللي موجودة كما هي. تلاقي في الآخر مش فاكرة العقابات اللي حصلت، لكن فاكرة الحنان، فاكرة التضحية، فاكرة إنه جِه على نَفْسه أو جات على نَفْسها عشانِك. هو ده اللي بيخلق منِّك الإنسانة كما أنتِ اللي بتنقلي الإحساس ده لولادِك. صحيح، صحيح. فهي دي التربية، لكن إحنا بنسميها الإيجابية، يعني هي آه. موضة، لكن هي أيوه. التربية اللي لأ، أنتِ هو ربنا هاقول لِك، حافظها. يعني زي كده جروب الMommies أنا آه، باشوف إنه ده يعني مصطلح بقى يعني منتشر، وإنه يعني لو ما أنا ما فيش جروب للMommies، وإنه فلانة بتقول أصل ابنِك عمل كذا وأنتِ ابنِك عمل كذا، أتابع يعني بقت زي ما تقولي موضة، فأصبحت آه، التربية الإيجابية آه. مصطلح يعني لو إحنا ما قُلناهوش يبقى إحنا برّه الموضة وبرّه التقدُّم حلو بس نفهمه صح، أصل هي في التربية إحنا كمان بنتربى مع الولاد، الحقيقة، صحيح، يعني صحيح. إحنا كمان بنتعلم حاجات، وإحنا نفسنا مهم إن إحنا ما نطلّعش هو ده يمكن الوعي، لو قدرنا نوصل للنقطة دي يبقى كويس، إن يمكن زمان ما كانش في وعي لا بالأمراض النفسية ولا المشاكل صحيح. النفسية، لكن أنا أبقى عارفة إن أنا عندي النقطة دي مشكلة عندي، فبامنعها إن أنا أوصّلها لولادي، هي دي بقى اللي أنا في رأيي التربية الإيجابية. إن أنا وصلت إلى درجة من الوعي إن أنا عارفة إن عندي مشاكل معينة، فما فيش داعي أوصّلها لولادي، وإن أنا إزاي أمنع ولادي أو يعني آخُد بالي إن انفعالاتي إن أنا إنسانة قلوقة أوي مثلًا، أنا عارفة إن عندي المشكلة دي، إزاي أضبطها مع ولادي،
تلاقي هي دي التربية اللي لأنه أكيد أي تصرفات من الأم أو من الأب وتحديدًا من الأم بتأثّر على الولاد، طبعًا. لو أم عصبية هتلاقي الولاد متوترين زيادة، بالضبط، خايفين بالضبط، شوية، بالضبط. لو أم هادية متهيأ لي هتبقى الولاد أهدى بقى يعني. إزاي ضبط النفس طبعًا. هو دي التربية، إزاي أضبط نفسي أنا في انفعالاتي وفي سلوكي، واستوعب الطفل واستوعب إمكانياته وأدّي له إحساس إن أنا قابلاه، يعني في ساعات أمهات بيدّوا للولد حُب مشترط، لازم تبقى شاطر عشان أحبك. صحيح. شرطية، أ حاجة شرطية. حاجة آه. يعني إزاي تتوقع إن المجتمع هيقبله إذا كانت هي نفسها مش مش قابلاه، قابلاه؟ صحيح. ده ألم فظيع، هتلاقي إن هو أثّر في ثقته النفسية، ده ربنا عاملها كعُكاز عشان الإنسان يعرف يمشي، شوفي ربنا سبحانه وتعالى مدّينا عُكازين عشان نكتشف الحياة بيهم. هنتنقل لملف مهم جدًا وقضية يمكن أنتم كأطباء نفسيين خريجي كليات الطب أيوه. بتلاقوا ناس بتزاحمكم إمم. بيسموهم مدربي التنمية البشرية أيوه. أو اللايف كوتش. عايزة أعرف بقى الفرق، وأنتِ شايفة إلى أي مدى ممكن يكونوا بيشوهوا الحياة النفسية في الأسرة؟ شوفي حضرتك الlife coach غير مسموح له أبدًا لا يشخّص ولا يعالج إمم. خالص، أمّال بيعمل إيه؟ بيتكلم كلام تعزيزي، أوكي، في أحيان كتير وفي كتب حتى عالمية كتير طلعت اللي هو يتكلم على حاجات تعزيزية أو يتكلم على أنواع معينة من الذكاء الاجتماعي، حاجات من الحاجات دي فقط لا غير، لكن غير مسموح له لا إنه يشخّص أمراض ولا إنه يعالج فقط يعني ما خالص. يكتبش روشتة. ولا يكتب روشتة ولا والتشخيص ده مش بس يعني كتابة أدوية، التشخيص ده معناه إنه يفهم يعني الخلفية البيولوجية والاجتماعية يعني محتاجة دراسة خاصة جدًا، فهو غير مسموح له إنه يعمل أي حاجة من الحاجات دي، ولا إنه حتى يفصّل نصايح لأشخاص معيّنة، غير مؤهل بده، إمم. يعني ما أقدرش أنا مش شرط إن أنا أكتب لحضرتك دوا، لكن إن أنا حتى أنصحِك نصيحة معيّنة خاصة بحياتِك هو غير مؤهل بده، دي حاجة مش سهلة. ده إحنا عندنا دلوقتي بقى لكل واحد جزء من يعني من الوجاهة الاجتماعية إنه يكون عنده life coach بيتكلم معاه. ما هي دي حاجة نقطة، إنه مش مؤهل لحد إن أنا أفصّل حاجة معيّنة، مش كل الناس قادرة على إعطاء نصيحة معيّنة لشخص، لازم أسأل نفسي الشخص ده خريج إيه، معاه شهادات إيه، والشهادة مش بس الشهادة دي بوابة، الخبرة اللي خدها قد إيه، ودلوقتي الدنيا معروفة، يعني إذا كانت الدكتوراهات، الزمالات، البوردات الأمريكاني، الكندي، الدكتوراهات، الماجستيرات، والجامعات وتصنيفها موجود، وبعدين ما يغرنيش إن ممكن حد ييجي يقول لِك جملة كبيرة أوي، يقول لِك مثلًا كامبريدج وتلاقي إنه في جامعة college وفي كامبريدج، يعني ممكن تكون حاجة بسيطة جدًا بس اسمها كامبريدج. أوكي. وكان زمان ممكن يتضحك علينا يعني، لازم يكون حد يكون في البلد دي عشان يبقى عارف، بس دلوقتي عندِك الChatGPT وعندِك الجوجل وعندِك التصنيف تعرفي العالمي، تعملي search وتعرفي. بالضبط كده، خلاص، فمش كل حد أقول له أسراري، ومش كل حد قادر إنه يدّيني النصيحة المضبوط، اللي لازم يدّيني النصيحة ده يبقى شخص عنده خلفية قوية، دارس، عنده خبرة، يعني معاه ترخيص، الترخيص مش بس بالشهادات، ده الترخيص في وزارة الصحة ما بيبقاش بالشهادات، دي حاجة عالمية، الشهادات والخبرة ما بعد هذه الشهادة، إن أنا اشتغلت بهذه الشهادة، فإذًا أنا واخداها. طب بالنسبة للمعالج النفسي بقى اللي هم خريجي كليات علم الآداب، النفس، علم النفس. أيوه، ده جزء من الteam العلاجي الهام جدًا، ليهم دور رائع جدًا في إنه بيعمل أو بيساعد في التشخيص، لإنه بيعمل حاجات خاصة أو بنسميها يعني skills خاصة نفسية أو اختبارات نفسية، في منهم كتير بيبقوا معالجين نفسيين وبيبقوا واخدين شهادات وcourses خاصة بده، وهم جزء مهم جدًا من الteam العلاجي، يعني ولكن هم بيساعدوكوا كمساعدين للأطباء. يعني جزء من الteam العلاجي خاص بيه بيعمل الاختبارات النفسية، منها اختبارات تقييم نسبة الذكاء والتوحُّد وفرط الحركة وحاجات كتير والاكتئاب، غير التخاطب والتخاطب أنا لأ أعرف إن التخاطب هم حاجة تانية خالص، تخاطب. حاجة تانية خالص، اللي هو مشاكل النطق، اللي بيبقى الأطفال اللي عندهم توحُّد أو بيبقى عندهم فرط الحركة والتشتُّت، بيبقى عندهم ساعات تأخُّر في النطق شوية، فبيبقى مهم دكتور التخاطب يكون موجود معانا أو أخصائي التخاطب اللي هو بيعمل الجلسات.
يعني الدكتور هو اللي بيشخص المشكلة، الأخصائي بيعمل اللي هو النفسي اللي هو بتاع علم النفس. أيوه، اللي هو خاص بعلم النفس، هو اللي بيعمل الاختبارات النفسية، وفي كتير منهم بياخدوا تدريب خاص في عمل الجلسات الكلامية. إحنا عندنا نوعين من العلاج، العلاج الدوائي وده غير مصرح إنه يعمله أخصائي علم النفس، لكن ممكن يعمل الجلسات الكلامية إذا مدرب عليها، ودي كذا نوع، لازم يكون مدرب في هذا النوع، زي مثلا العلاج المعرفي السلوكي لازم يكون واخد كورس مكثف ومعاه شهادة ومعاه خبرة في هذا النوع مثلا. بالظبط. لكن اللايف كوتش ده بقى او الجزء اللي هو اللي بتاع هو التنميه كلام البشريه ده كلام اللي هو تعزيز. كلام اقدر اقول كلام تعزيزي يعني ايه؟ يعني هل هم ليهم يعني ان هم ايه يعني بيعتبروا مكملين مثلا لشغلكم ولا ملوش علاقه بشغل؟ لا، ما يعني مش جزء من التيم العلاجي، لا. لكن هو ممكن يتكلم حاجات عن النجاح، عن الفشل، عن كلام في المطلق، لكن غير مسموح له انه يشخص مريض يقول له انت عندك اكتئاب ولا انت عندك هلع ولا انت عندك غير مسموح ابدا، ولا انه يكتب له علاج ولا انه يعمل جلسات نفسيه حتى، لان الجلسات النفسيه اللي هي الجلسات الكلاميه دي مش ان انا بفضفض لواحده صاحبتي، يعني الجلسات الكلاميه دي ليها اصول وليها قواعد وليها دراسه. ممكن أخصائي علم النفس اللي هو خريج كلية الآداب إنه يعني يعملها، يقوم ما فيش مشكلة إذا واخد تدريب وشهادة في هذا النوع. تمام. طيب بالنسبة للأطفال اللي بيتولدوا وكل طفل طبعًا ليه خريطة جينية، أيوه. هل إحنا ممكن نعرف من خلال خريطته الجينية دي إيه الأمراض اللي محتمل يُصاب بيها سواء كانت نفسية أو غيرها أو عضوية، لو نتكلم عن النفسية؟ لأ، إلا في أمراض الكروموزومات اللي هي الواضحة أوي زي الاضطراب المغولي، الداون سيندروم، الحاجات بيبقى في توقعات فعلًا لحاجات بتبقى موجودة معاها، مرض اسمه تيرنر، يعني أنواع من الكروموزومات فقط، لكن في العادي الحياة ربنا سبحانه وتعالى يعني الحقيقة خلّى الأمراض النفسية نتيجة من رحمته، تفاعل حاجات كتيرة مع بعض، منها تفاعل الجينات مع بعض والجينات والبيئة، يعني عشان يظهر مرض نفسي لازم يكون عندي استعداد، ومع الاستعداد كمان البيئة ساعدت يعني أو أثّرت تفاعل ما بين البيئة وما بين الجينات، يعني أنا بافسّرها كده أو باشرحها أو باحاول أدّي تشبيه زي البيانو، ما تقدريش تعزفي لحن كلّه على الصوابع السودا ولا لحن كلّه على الصوابع البيضا، لازم ما بين الاتنين، فهو تفاعل ما بين الاتنين. طب في نوع أنواع من المخدرات لمّا يعني مش هنقول الأطفال بقى، الكبار بياخدوها بتعمل لهم يعني خلل صحيح، جيني صحيح. وبييجي لهم بقى فِصام أو بعض الأمراض النفسية، هل ده كلام صحيح؟ أشكر حضرتك على السؤال ده جدًا، الحقيقة فعلًا أبحاث كتيرة أثبتت إنه في بعض الأحيان هي يعني إيه وراثة مرض؟ برضه عشان الناس تبقى فاهمة، أنا لمّا والدي يبقى عنده السُكّر أو الضغط، أنا ما باورثش المرض، أنا باورث الجين؟ الاستعداد، آه. يعني لو والد حضرتك ما عندوش ضغط وسُكّر وأنا والدي عنده ضغط وسُكّر، أنا عندي استعداد أكتر من حضرتك إن ييجي لي، لكن مع مش شرط ييجي لِك. مش شرط ييجي لي، وممكن ما عندكيش خالص وييجي لِك، يعني صحيح. والدِك والدتِك ما فيهمش أي حاجة ولا قدّر الله بعد الشر ييجي لِك سُكّر أو ضغط. لكن بتفرق بقى الاستعداد مع العوامل البيئية، من أهمها أخْد المخدرات، إمم. لإنها بتلعب في الكيميا بتاعة المُخ، فممكن لو إنسان عنده استعداد فعلًا بسهولة يقدر يخُش في أمراض الذُهان، فده أبحاث قديمة وأثبتت يعني بشكل قاطع إن ده موجود. طيب لو قُلنا الشيخوخة بقى، يعني واحد كبير هل إحنا ممكن نؤثّر فيه كطِب نفسي نقدر نعالجه؟ يعني واحد وصل من يعني سِنُّه كِبِر، آه. إلى أي مدى إحنا هنقول بقى ده راجل كبير وخلاص خلّيه بقى يعني كده أيوه، أيوه. على جنب مش مشكلة نستحمله، والّا إحنا ممكن كأطباء نفسيين نغيّر الموضوع ده خالص ونقدر نُصلح ما أفسده الزمن يعني زي ما بيقولوا؟ لأ، هو الحكاية مش كده، هل في فترة الشيخوخة بدأت تظهر أمراض نفسية؟ لأن في أمراض نفسية بتظهر في فترة الشيخوخة، آه. منها الألزهايمرز وما خلافه، اللي هو مشاكل في اكتئاب بيحصل في السن الكبير، في قلق بيحصل في السن الكبير، في أمراض ذهنية بتحصل في السن الكبير، ده في أمراض. حتى لو ما فيش لمّا في حاجة. الشيخوخة نفسها طبيعتها
إن الإنسان أولًا بيتعرّض لتغييرات بيولوجية كتير، ما بقاش قادر على الحركة زي الأول، قدرته على المرونة بتقل. إمم، بالضبط. أوكي، فإزاي إن أنا أستوعبه؟ ما أقدرش إن أنا يعني أغيّر شخصيته، لإن في سمات شخصية بتبقى موجودة، وبالعكس ده في سمات شخصية بتظهر أكتر في السن الكبير، لإنه كان في حاجات في المُخ عاملة لها شوية يعني تضبيط، بدأ المُخ كفاءته في حتت معيّنة تقل، فبدأ حاجات في الشخصية تظهر أكتر، يعني كلامه ما ياخدش باله منه أكتر، يعني ما يبقاش في control شوية على الكلام، ما يبقاش في يعني نتيجة السن يعني. المرونة بتاعتهم كمان بتبقى أقل كتير أوي من الأول، فإزاي إن أنا أستحمله، إزاي إن أنا أزوّد المرونة شوية، إزاي إن أنا أقلل المؤثرات اللي بتوتّره أكتر من العادي، إزاي إن أنا أدّي معاني مختلفة للحاجة تريّحه، يعني إحنا ممكن نبقى الحاجة المعيّنة موجودة، لكن أدّي معنى يريّحه. طيب يعني دايمًا كانوا يقولوا كل ما بتكبر كل ما بتصغر، ده إيه رأيك في الكلمة دي أو دي حقيقة، أنتِ في الأول بتتعلّمي المشي، بتوصلي إن حد في الآخر بيساندِك زي ما كان بيحصل قبل كده. في الأول بتبقي يعني الحاجات اللي كانت موجودة زي ما يكون بيحصل تراجُع ليها في آخر الحياة، فعلًا ده حقيقي. بس ده معناها ضد الكلمة اللي هي إنه الكبار ما بيبقاش عندهم مرونة، لو أنا هارجع صغير يبقى إذًا هاستعيد مرونتي والّا إيه؟ لأ مش شرط، مش للدرجة دي، هو فعلًا بيبقى ما فيش مرونة في الحاجة، هو بقى له فترة بينفّذ حاجة معيّنة، فلازم تبقى الحاجة زي ما هو شايفها، يعني المرونة بتقِل، لكن طبيعة الحياة إنه يعني في الأول إحنا بنسنّد الطفل وفي الآخر وإحنا بنكبر برضه حد بيسنّدنا، في الأول بيبقى محتاجين حد يساعدنا أو يساعد الأطفال عشان في الأكل الأكل بعد شوية. والشرب بالضبط، لكن هي المرونة لأ، وبعدين الطفل ما بيبقاش يعني بيبقى عنده مرونة في الأول، بس برضه أنتِ بتضطري إنِّك تنفّذي له مش مرونة طفل رغباته شوية. سنتين مش زي مرونة طفل عنده طبعًا، 10 سنين، ده طبعًا. أكيد. طب لو قُلت إيه بقى التحدي اللي أنتِ حضرتك شايفاه في مجال الطب النفسي في مصر، إيه التحدي اللي أنتِ شايفاه؟ في مصر من أقدم الدول ومن أعرق الدول في مجال الطب النفسي، الحقيقة يعني، إحنا بادئين من زمان أوي. أوي يعني، يعني بالنسبة الطب النفسي في مصر والشرق الأوسط بادئين من أول والبركة في أساتذتنا العظماء يعني. لكن المشاكل عندنا الوصمة، ده جزء طبعًا وصمة المرض النفسي لا زالت موجودة، التركُّز اللي موجود في دايمًا في المدن الكبرى القاهرة وإسكندرية والمحافظات الكبرى عن الأقاليم والحاجات دي مش موجود، عدد الدكاترة ومش بس الدكاترة الحقيقة يهمني كمان اللي بنسميه allied mental health اللي هم جزء من الteam المعالج، زي الأخصائيين النفسيين، زي الممرضين والممرضات الخاصين بالطب النفسي، أقل من الاحتياج، إمم. احتياج أزيد بكتير، فهي دي المشاكل اللي موجودة اللي يعني بنحاول إن إحنا في ظل بقى التكنولوجيا والكلام ده، إن إحنا نتحايل على المشاكل اللي موجودة دي حاليًا. طب لو قُلت دينا الجبري ليه اختارت الطب النفسي؟ يعني أنتِ يوم وأنتِ لمّا دخلتِ الجامعة، هل ده نتيجة للعائلة؟ آه. يعني في العيلة مثلًا أطباء نفسيين والّا شغفِك بالسيكولوجيا النفسية والطب النفسي والنفس الإنسان يعني البشر؟ هو والدي طبعًا له أثر كبير، لإنه هو طبيب نفسي، وبعدين كان بيخلّيني يعني طبعًا هو كان خبرته كبيرة وأنا كان خبرتي بنوتة يعني صغيرة، فهو كان بينقل لي إحساس الناس أو الإحساس بالناس بالمناقشة معايا في الأفلام والروايات والقصص فكان بيدّي دايمًا بُعد إنساني للإنسان ككُلّ وسلوكه وليه بيعمل كده، ودايمًا يعني يميل إلى الرحمة والإحساس بيه. فأعتقد ده أثّر فيّا جامد، فلمّا دخلت كلية الطب كنت حاسة إن هي ده يمكن متمشّي معايا شوية أو يعني إن أنا متناسب معاكِ. اللي أقدر أساعد بيه يعني. أنتِ قُلتِ لي قبل الحوار إن حضرتِك بتستعدي ل لطباعة كتاب آه. عن ال يعني إيه، العلاج بالفن نقول لأ والّا الصور النفسية في السينما. الصور النفسية في يعني احكي لنا كده بشكل سريع الكتاب ده يعني بتناقشي فيه إيه؟ السينما سلاح ذو حدين، هي جزء منها صناعة، فعشان الناس تروح وتدفع فيها لازم يبقى في زيادة شوية في كل حاجة. من الحاجات اللي بتعجب السينما أكتر المريض النفسي، لإن هُم بيشوفوه يا إما صورة إنه يعملوا منها كوميديا، لإنه بيعمل حاجات غير غير مبررة متوقعة. وغير متوقعة، أو للأفلام الرعب برضه غير مبررة وغير متوقعة، فالسينما زوّدت الوصمة الحقيقة. إمم. لكن في أحيان تانية لمّا اتعملت بشكل علمي مضبوط،
ساعدت في دراسة المرض النفسي. يعني في كليات طب كتير بتستخدم وفي كتب على أعلى مستوى إزاي إن أنا أفهم الطالب أو أفهم الطبيب الطب النفسي الإنسان ده ما يعاني منه، لأنه إحنا بنشوف جزء فقط اللي بيجي في العيادة، لكن تفاعله في البيت، تفاعله في المجتمع ما بشوفوش. صحيح. السينما والأدب، خاصة الآداب القصص اللي طالع منها السينما، فهتلاقي إنه أدب نجيب محفوظ أو إحسان عبد القدوس عندنا في مصر كانوا هايلين، قدروا يعملوا فعلًا فهم مضبوط جدًا مش بس المريض، أصل ممكن تبقى سمات، مش لازم مرض، سمات نفسية. البشرية. فيلم زي السراب مثلًا، إمم. اضطراب موجود عند واحد وعلاقته بأمه واستغلال الناس ليه، ما تقدريش تشوفي ده عمله لِك في الواقع. زوجتي والكلب قصة صحيح. مشهور، يعني فاهمة أنا قصدي. وكلها حاجات من همس الجنون لنجيب محفوظ، ما دي أساسًا قصة، إمم. إزاي فكرة الوسوسة توصل لفكرة اللي إحنا بنسميها الوسواس القهري هنا لأ دلوقتي هي ما والّا كانتش وسواس قهري، هي وسواس قلب لذهان، ذُهان؟ يعني جايب برضه بصورة إبداعية، فساعات عشان تفهميها ممكن الحاجة الأدبية تفهميها أكتر أو تفهميها بصورة غير الأعراض، يعني 1، 2، 3، 4 تفهمي بيحس بإيه. يعني حضرتك شايفة إنه السينما ممكن تساعد إن هي تحسّن الصورة الذهنية للمريض النفسي. أيوه، إذا إمم. استخدمت ومش بس كده، في مقالات علمية حديثة جيدة جدًا لعظماء على مستوى العالم استخدامه في التدريس، في في التدريس. تدريس الطب النفسي. ده حاجة هايلة جدًا. آه. والله بُصّي يا دكتورة، يعني الواحد مش عارف يعني إيه، محتاج يقعد معاكِ كتير، وأكيد إن شاء الله يبقى في حلقات أكيد. أخرى حاجة. مع الكثير إن شاء الله، وإن شاء الله استنونا في حلقة جديدة مع دكتور جديد وتخصُّص جديد. شكرًا.